السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم في كل مكان. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض الفطير اللف أو الفطير الخطف أو الفطير الرحراح زي ما بتسموه. أول حاجة عندي كده كيلو من اللبن الرايب. اللبن كده أنا جبته وما غليتهوش خالص، بفضيه كده في بول أو في أي حاجة وبسيبه يومين بتلاقيه راب معاكي كده. بعد كده هيعمل عندي وش كده قشطة. انا عايزه بقى افصل القشطه دي عن اللبن علشان انا هحتاجها بعد كده، فهاخد بقى المعلقتين القشطه الحلوين بتوعي دول، ما شاء الله عمل وش حلو قوي. وبعد كده بركن القشطه اللي عندي زي ما انتم شايفين ما شاء الله رايب معايا وحلو قوي. بعد كده بقى اللي هنعمله ان هجيب كيلو من الدقيق العادي خالص متعدد الاستخدامات. هجيب عليه كده هرش عليه رشة من الملح، رشة صغيرة من الملح لان ده بيبان فيه الملح قوي يا جماعة، فما تكتريش ملح. هرش رشة صغيرة من الملح وربع معلقة كده او نص معلقة صغيرة من كربوناتو او بيكنج باودر. تمام كده. عندي كده ربع كوبايه من السمنه، عليها ربع كوبايه من الزيت، سخنتهم على النار وحطيتهم على الدقيق. وبعد كده بحط عندي اللبن الرايب، يبقى كيلو لبن على كيلو من الدقيق. لو احتجتي بعد كده شوية من المية، يعني هوريك القوام في الاخر اللي احنا محتاجينه. لو احتجتي شوية من المية عادي ممكن تزودي له حبة من المية. تبدأي تلفي فيه كده وتدخلي كل بقى الدقيق في اللبن في الزيت في السمنة في كل المكونات اللي عندك بالشكل ده. انا عايزاه عندي يكون لين، انا مش عايزاه بقى عجين زي العيش كده، عايزاه يكون لين معايا. تمام. بعد كده بتبدأي بقى تجيبي شوية دقيق كده علشان ما يلزقش في ايدك، وهتقطعيه. بتقطعيه بقى كور صغيرة كده، انا مش عايزة اكبره جامد يعني علشان يبقى حلو معاكي كده يعني كل ما بتصغريه كل ما بيكون معاكي افضل واحسن يعني. تمام كده. هتجيبي الصاج او الصينيه بتاعتك اللي هتشتغلي فيها، يعني ده ما بيتنقلش يا جماعه. يعني بجيب كده الصاج بتاعي او الصينيه واحط فيه حبه من الزيت كده، وبعد كده اللي بقطعها بحطها في الصاج او الصينيه علشان ما تنقليهوش، عشان هو بيبقى لين اصلا ومش هيتنقل معاكي. وتسيبي مسافات كده بحيث انك تعرفي تبططيها، تعرفي انك مش هتنقليها تاني من مكانها. تمام. بعد كده بجيب عندي القشطه يا جماعه اللي انا ركنتها معاكم دي، واحط عليها كده معلقتين من الزيت، وهقلبها كده بحيث انها تكون سايله معايا كده شويه صغيرين. تمام كده. وبعد كده بقى هدهن ايدي كده، احط ايدي في القشطه والزيت دي، وهبدا اني ابط بيها الفطيره بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدا ابططها بقى كده، هتبص تلاقيها اصلا هي لينه معاكي وبتتفرد معاكي بكل سهوله. وبحط بقى على الوش، عايزه ادهنه بقدر الامكان من القشطه اللي عندي الحلوه دي، عشان بتديله بقى طعم الحلو اللذيذ بتاع الفطير ده. تمام كده. وبعمل بقى كل الفطاير بنفس الطريقه، بس ما تتخنيهاش قوي وما ترقهاش قوي، يعني تخليها كده ماسكه نفسها حلوه كده، ما تكونش معاكي تخينه ولا رقيقه. وبتبدأي بقى تبصي تلاقي ايديكي بقى فيها القشطة ولا بتلزق ولا اي حاجة، بتفرد معاكي كده العجينة زي الفل. لو لقيتيها ما بتتفردش بسهولة وعايزة تريح لها 10 دقايق ولا حاجة مفيش مشكلة، بس هي بتتفرد معاكي سهلة قوي. اعمل كل الفطير عندي بقى بنفس الطريقة دي. وعندي بقى هنا الصاج ما شاء الله اخد 6 فطاير، ومعايا صاج زيه كده تاني، يعني ما شاء الله الكيلو بيفرط معاكي كمية حلوة، يعني حوالي 12 او 15 فطيرة على حسب الحجم اللي انت هتعمليه. بتحطيه بقى على فرن كده، في فرن كده متوسط الحرارة من فوق ومن تحت، وبتطلعيه بقى بياخد منك حوالي 10 دقايق في الفرن كده ولا حاجة. وبتبص تلاقي عندك ما شاء الله الفطير معاكي زي الفل. بتبص تلاقيه بقى طري وحلو، القشطة مدياه طراوة وطعمه حلو قوي ومسكر كده، تلاقيه حلو معاكي وتحبيه قوي. وكمان ده تغيير بقى لولادك وكنوع من التغيير للفطار ولا حاجة. بتغمسيه بقى برضو بلبن رايب فيه قشطه، بتغمسيه بقى بحته جبنه بيضه، جبنه قديمه، عسل ابيض، عسل اسود، زي ما تحبي تاكليه كده حاف. هو
في جميع الأحوال بيكون طعمه حلو قوي، جربيه بقى ولا بيحتاج منك وقت ولا تخمير ولا أي حاجة. ده كان فيديو النهاردة، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.